السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، هو مش معقول كل ما نتأخر ربع ساعة الحكومة تدخل ب 2 مليار جنيه وبمليار جنيه وبمليار دولار. الأمر تجاوز الحدود. ما كناش شايفين واحنا بنراجع حساب ختامي وموازنة عامة للدولة إن إحنا ارتهن قرارنا الاقتصادي لحساب الديانة؟ ده أصبح أمر غير مقبول وغير دستوري، وبيعرض اقتصاد البلد دي للخطر، وبيعرض قرارها السياسي كمان للخطر. مش معقول ان الحكومة كل ما تتزنق فلوس وديتوها فين؟ ما احنا لازم نسأل. الايرادات الدولارية للبلد دي وزير المالية لازم يقف على البوديوم ده يتحاسب، يقول فلوس البلد فين؟ احنا هنكمل السنوات الجاية دي ازاي؟ هتنفع تمشي كده لغاية امتى؟ حجم اقساط الديون دي هتزيد، هنوصل لايه؟ انتوا شايفين المحيط الاقليمي وضع عامل ازاي؟ بكل سهولة 2 مليار في مليار في 4، هتعمل ايه بعد 6 اشهر؟ هتعمل ايه مع البرلمان الجاي بتاع 26؟ هتعمل ايه في البلد دي بعد 10 سنين؟ هتسلم للحكومة اللي بعدك ازاي؟ ده سؤال. قبل ما نقول الورق ده هيتوافق عليه ولا هيترفض، البلد دي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية لا مغامر ولا مقامر بمستقبل البلد دي. مستسهلين الحكاية ازاي؟ ده امر تخطى كل الحدود، ده امر لازم يترفض عشان ودن الحكومة تتقرص وتفهم ان الحلول والرشد الاقتصادي هو الحل. انت اللي مورط نفسك. هتستمر في عملية التوريط دي وتوصل بالبلد بناء عليه وشايفين الدولار يا سيادة الريس باسم التعويم وزفت صندوق النقد كل يوم بيتحرك. لما يروح ل60 هتعمل ايه؟ ولو باعوا 70 هتعمل ايه؟ وضع الناس هيعمل ازاي؟ احنا لسه كنا بنناقش قانون الضمان الاجتماعي. ادينا ايه للناس؟ تكافل وكرامه هتعمل ايه للناس؟ اقساط الشقق، الاسكان الاجتماعي، الشقه بسبب الفلوس ما عندهاش قيمه بندي شقه الاسكان الاجتماعي 800,000 جنيه للفقراء. هو ده الشعب المصري حاطط ثقته فينا عشان نغرق البلد؟ باختصار الوضع الاقتصادي يا سيادة الرئيس ما ينفعش تحت عنوان سلامة البلد واستقرارها ودعم الحكومة والعبور بالمركب والعبور بالسفينة ان احنا نخرق واحنا على علم. سيادة الرئيس الوضع جد خطر، لابد ان تقف هذه الحكومة عند